إكرامي الشحات يهاجم الشناوي بعد الهزيمة أمام السنغال. أخطأ أسهل هدف في نصف النهائي. انتقد إكرامي الشحات حارس منتخب مصر السابق أداء زميله محمد الشناوي في مباراة نصف نهائي كأس إفريقيا 2025 أمام السنغال، والتي انتهت بهزيمة الفراعنة بهدف دون رد. وقال إكرامي ضيف برنامج اللعيب على قناة MBC: أنا حزين جدا على محمد الشناوي، خاصة في مباراة السنغال. سبق أن دافعت عنه أمام كوت ديفوار، لكن لا أجد مبررا للدفاع عنه هذه المرة، فإمكانياته أكبر من ذلك بكثير. وأضاف: المشكلة المتكررة لدى الشناوي أنه يجلس على ركبتيه دون محاولة حقيقية للتصدي، وهو ما حدث أمام كوت ديفوار وتكرر بنفس الشكل أمام السنغال. وأشار إكرامي إلى أن هدف السنغال كان أسهل من هدف كوت ديفوار، موضحاً أن الهدف الأول لساحل العاج جاء وسط زحام داخل منطقة الجزاء، أما هدف السنغال فكان من زاوية واضحة ومسافة بعيدة، ومع ذلك لم يقم الشناوي بأي محاولة لصد الكرة. واختتم إكرامي حديثه مؤكداً أن لومه للشناوي نابع من عدم قيامه بأي رد فعل تجاه الكرة رغم أنها كانت في متناوله. في ليلة نصف النهائي الحاسمة وقف إكرامي الشحات أمام الشاشة يراقب زميله الشناوي يقف ساكناً وكأن الزمن توقف. كرة سهلة، هدف قاتل، حلم أمة يتبخر. صمت المدرجات المصرية كان مثل الجرح المفتوح، بينما إكرامي من موقع خبرته الطويلة شعر بخيبة أمل عميقة. لم تكن مجرد هزيمة، بل كانت صرخة تحذير. يجب أن يتحمل الأبطال مسؤوليتهم، إلا ستكتب النهايات دائما بالخيبة.